نصي بعنوان: يا صلاح الدين سرقوا الغصن الأخضر من يدي، مرفوع إلى فلسطين الجريحة. الشاعرة الجزائرية نادية نواصر. يا جرحي المحفور في الأحداق، يا ليلا أغلق دوائر الحلم وشرع بوابات الدم، شوه براءة الصغار، أحرق أجنحة الطيور، سرق من كف الطفولة صباحات الحي الحالمة، أحرق دماهم وقططهم وألعابهم وهندسة الأعلام المرسومة بقلم الرصاص، وهندسة الأعلام المرسومة بقلم الرصاص. صادرهم للصقيع والعراء، مغمس رغيفهم في أقداح الدم. قل لي يا وطنا علقوا جماجمه على أسوار من دخان، ذبحوا ياسمينه، مزقوا شريان الضوء بعينيه، قيدوا اللغة من عمق معناها، فطوار العيد خلف صراخ الأرامل، ودموع الثكالى وأنين الجياع المنهكين من وهن الحرب. دعني أصارع أحزاني وأنكس أعلام فرحي وأمسح كحلي، دعني أرتب المآتم على رفوف الرماد وأعد أكفان الموتى، وأعد لقلبي ما استطعت من صبر المحنة. فأنا أشبه الغثيان من شساعة جرحي، يبعثرني الرفض ويغزل فوضاي، وأنا ألملم جسد طفلي المنثور على أرصفة العراء. دعني يا وجع الأرعن أبكي عروبتي وأبكيني حد الغثيان، دعني أصرخ ملء اللوعة ومعتصماه، يا صلاح الدين سرقوا غصني الأخضر من يدي. يا صلاح الدين سرقوا غصني الأخضر من يدي، أحرقوا لغة اليقطين، بأي اللغات أخاطب جرحي؟ إني الحبلى بأنين الجرحى، والموؤودة في صلصال أحزاني، إني المكتظة بالهم العربي، إني المكتظة بالهم العربي، أحمل أشلاء وطني في كفي، وعلى ساق ذعري وحدي أدور، وعلى ساق ذعري وحدي أدور، وعلى ساق ذعري وحدي أدور.